حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبي، ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ شفتوا الملوخية وجمالها وحلاوتها وطريقتها؟ إيه ما شاء الله. تعالوا معايا النهاردة اوريكم طريقة للفراخ بتتبيلة بسيطة من بيتك. عملت احلى فراخ كنتاكي، والله والله من جمالها وحلاوتها. ولادي ما كانوش مصدقين، قولي يا ماما ده احسن من كنتاكي اللي بنجيبها من بره من المحلات. وجميلة جدا وطريقتها سهلة قوي، مع شوية سلطة بسيطة كده، مع شوية مكرونة سباكيتي كده. آه، فحاجة بسيطة جدا يا حبايب قلبي. يا رب أكل يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي أنا جبت الفرخة دي يا جماعة حوالي 2 كيلو وربع. ماشي. طبعا عما بتصفى بتبقى 2 كيلو الا ربع ولا حاجة. هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده، بقطعها معاكم اهو. قلت اوريكم انا بقطعها ازاي. طبعا اقطعها قطع صغيرة. علشان ايه؟ علشان نعملها لازم نفتحها من بعضها، ونخلي العظم في فتحات كده من اللحم للعظم عشان يستوي معاكي. ما ينفعش تبقى مقفولة او ما ينفعش تبقى سليمة. ادي معايا البهارات بتاعتي. معلقه سكر، معلقه قرفه، معلقه كركم، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، لورا، مكعب ماجي. وطبعا في جوزة الطيب ببشر منها شويه، مع حطيت معلقه كمون. ده كله مع كوبايه زبادي اهي. التوابل بتاعتنا بسيطة جدا. دي بعد ما غسلت الفراخ ونقعتها في ليمون وملح وسبتها حوالي نص ساعة. غسلتها وبعد كده حطيت عليها التوابل. وهكتب لكم الطريقة والمكونات في اول تعليق ان شاء الله. ومعانا كوباية الزبادي دي اللي هتخلي لك الفراخ طرية جدا، وفي طريق تاني وفي مكان تاني. دي التتبيلة بسيطة جدا يا جماعة، والله ما جايباها من محلات ولا من اي حاجة. ده طريقة انا، مش شايفاها مع طريقة اي حد. انا بعملها دايما دي كمان في الفراخ المشوية. التتبيلة دي بحب اعملها في الفراخ المشوية، بس بزود عليها فصين توم وبصلاية مبشورة او مفرومة في الكبة او في الخلاط، وبزودها عليها مع طماطم مع فلفل. دي لو هتعمليها مشوية. اما دلوقتي احنا بنعملها بطريقة الكنتاك. اقول لك تاني البهارات بتاعتي: معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة كركم، معلقة سكر، مكعب ماجي، ورق لورا، رشة جوزة الطيب، مع معلقة قرفة، مع معلقة الملح، مع كوباية الزبادي. ماشي يا حبايبي. ده بعد ما تغسليها كويس. وبعد كده ايه؟ امسكي بقى طبعا الفراخ تقطعيها تقطيع زي ما انتوا شايفين كده. قطعتها قطع صغيره وفتحتها اهي. بصوا بوريكم انا عاملاها ازاي. طبعا انا حطيتها في التلاجة بقى بالتتبيله بتاعتها دي حوالي ساعتين 3. سيبيها بقى. انا عملتها من الصبح، سبتها لغايه الساعه 6، يعني من الساعه 12 لغايه الساعه 6. ايه بقى اللي انت بتعملي تاني ده يا ام رحيم؟ معايا دقيق حسب كمية الفراخ اللي انت هتعمليها. يعني انا دلوقتي حطيت نص كيلو. انا هزود تاني دقيق على فكرة. انا دلوقتي حطيت نشا على دقيق، على معلقة ملح زي ما انتوا شايفين، على فلفل اسود، على كمون، على يعني كركم من نفس البهارات اللي انا حطيتها اليوم التانية، بس ما حطيتش قرفة ولا مكعب ماجي. دلوقتي انا عصرت ليمونة وهكسر بيضة زي ما انتوا شايفين كده اهو. ليه كده يا ام رحيم؟ المكونات الدقيق والنشا اللي انا حطيته وعليه التوابل احطه هنا. بس هنا هقف لغايه هنا، وبعد كده هجيب الخلاط واضرب كل المكونات فيها وهزود الدقيق. يعني انا عملت عباره عن نص كيلو دقيق يا جماعه. عملت عباره عن نص كيلو دقيق. على قد ايه نشا يا ام رحيم؟ على 3 4 معالق نشا. حطي على النص كيلو دقيق 5 معالق نشا، يبقى نص كيلو دقيق. انا كده هعمل هنا وبعد كده ايه؟ اخلطها في الخلاط واوريها لكم اهو يا حبايب قلبي. كل حاجه قدامكم. والطريقه دي طريقتي انا، مش واخداها من حد. وبعد كده بجيب كوبايه من البقسماط، وبحط عليها كوبايه من الدقيق، واقلب ده كله في بعضه علشان اخليه على جنب.
ان انا عملت الخليط اهو زي ما انتوا شايفين، وضربته في الخلاط، وبوريكم الفراخ اهو انا عاملاها ازاي. هنحطها في الخليط دون. وطبعا ما تنسوش معلقه الكركم اللي هتحطوها، او نص معلقه حسب ما انت عايز اهو. وهنشيل من التتبيله اللي احنا عاملينها بالميه السوائل للتتبيله الناشفه. والزيت هتعمليه على درجه حراره عاليه في الاول، وبعد كده توطي عليه النار اهو. كل حاجه قدامكم اهو. ادي الزيت هتعلي عليه النار في الاول، وبعد ما تحط الفراخ بتاعتك هتوطي النار بعد ما تحط كميه الفراخ اللي انت عايزاها اهو يا حبايب قلبي. شفتوا؟ لازم تبقى بنفس الطريقه دي عشان تتشمع من بره، وتوطي عليها بقى تستوي براحتها اهو يا حبايب قلبي. شوفوا الجمال والحلاوه، قولوا لي رايكم بالله عليكم، ملكوش دعوه بالطاسه خليكوا في اللي بره اهو يا حبايب قلبي. بصوا الجمال، بصوا اهي، دي حته من الصدر. حبيت اوريكم قدامكم عشان اوريكم بصوا طريه ازاي، بس هي عشان سخنه بعملها بالشوكه والسكينه، مش اتيكيت ولا حاجه يا جماعه. طبعا انت خايفه من الفراخ بتاعتك بالشوكه زي ما انا عملت كده، وغرزي فيها لقيتي بيطلع منها دم لسه، يبقى لسه محتاجه توطي عليها النار وتسيبيها. طول ما انت موطيه عليها النار مش هتطلع منك ايه، مش هتطلع نيه اهو. بصوا بوريها لكم من جوه، بقول لكم اهي. بس اهم حاجه تغرزي الشوكه فيها كده، عشان لو فيها حاجه من جوه تبقى فيها ايه. طبعا التتبيله بتضغط، فلما بتضغطي بالسكينه عليها او بالشوكه بتطلعي اللي فيها، لو فيها اي دم ولا اي حاجه ولا تكتلات دم من جوه، وتوطي عليها النار بتستوي معاكم. ايه رايكم؟ عشان سخنه والله، مسكتها سخنه وفتحتها لكم من جوه اهو عشان تصدقوا ان انا عملت احلى فراخ كنتاكي. وبعد كده حطينا الملوخيه الخضراء الجميله، عملتها بطريقه جميله قوي قوي قوي، بميه بس ومكعب ماجي، ونزلت بالملوخيه بتاعتي. ان شاء الله هعمل لكم طريقه الملوخيه دي ملوخيه الكبه يا جماعه، والله لا يعلى عليها ما شاء الله. انا من ساعه ما جبت الكبه دي وانا بعمل فيها كل حاجه. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي رايكم بالله عليكم في الكومنتات، وما تنسونيش في التعليقات، وما تنسونيش في اللايكات، وارفعوا لي مشاهدات الفيديو. حبايب قلبي بحبكم في الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، وربنا يطعمنا من خيراته. اللهم ارزقنا بالرزق الحلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.